السلام عليكم. الدعوة لكل الشعب السوري للمصالحة الوطنية السورية. طبعا أنا من واجبي أدعو الشعب السوري للتصالح فيما بينهم، وهذا واجب إنساني وأخلاقي وديني ووطني حر. طبعا أدعوكم للمصالحة إخواني، لأنه اليوم المصارين تتقاتل مع بعض ولازم نتصالح، وخاصة أبشركم أنه بشار انتهى، إن شاء الله قريبا حتسمعوا الأخبار. واليوم لما أمريكا بتجلب قوة عسكرية بهذه القوة الكبيرة المؤلفة من 2500 جندي، معناته الأمور ذاهبة إلى الحسم وإنهاء نظام بالطريقة العسكرية، يعني بالقتال العسكري. فأنا من واجبي إخواني نحن نحفز وندفع لهذا الأمر للمصالحة السوري. ما بيهمنا، اللي بيهمنا بهذا الموضوع هو سورية الشخص الذي يحمل الهوية السورية. طبعا نحن يعني هذا بالنسبة لنا رغم اختلاف كل الطوائف، لكن اليوم كلياتنا أخوة، كلياتنا مسؤولين أمام هذا الوطن، والوطن يحتاجنا، يحتاج السوريين لكل فرد فينا. فيا أخواني، البطولة اليوم يلي بيمد إيده للصلح وبيصالح أخوه السوري مهما حصل ومهما صار، نبقى السوريين، ونحن ما بيشيل همنا إلا نحن السوريين نكون بصف واحد وكلمة واحدة. وأخواني، الدنيا فانية. الأحرار، الأبطال، المرابطين الآن، الشهداء اللي ذهبوا، الأطفال الذين استشهدوا في معتقلات النظام، النساء المعتقلين، آهات المعتقلين، الأمهات الأرامل، الأطفال المرضى، هذول كلهم أمانة في عناقنا، ولازم نتصالح من أجلهم ومن أجل بناء سوريا الحديثة. طبعا إلا من لم طبعا من تلطخت يداه بالدم فهذا يجب محاسبته بالقانون، ولن يكون في هذا الوطن قولا واحدا. لكن وما تبقى يجب أن نتصالح مع بعض. وأتمنى من الجميع من اللي بيشوف هذا الفيديو يعمل له شير، يعمل له مشاركة حتى يصل لأكبر شريحة من الشعب السوري. إخواني، نداء لكل السوريين، إحنا طيبين وإحنا كرمة وكلكم على العين وعلى الراس. الشعب السوري ما في أحسن منه في الكون كله، صدقوني. سوريا هي أمنا وهي بحاجتنا وحاجتنا ألم. نحن خلال 13 سنة عانينا من نظام مجرم، من نظام نجس لا يرحم، طائفي شرد أسرنا كلياتنا. فعلينا نحن اليوم، نحن أبطال بانتمائنا لهذا الوطن، بحريتنا، بوطنيتنا، بالشرفاء. كلكم شرفاء وعلى العين وعلى الراس، وقادرين كلياتكم كل السوريين تتخطوا هاي الصعاب. مثل ما بيقول الواحد، بيحط على جرحه ملح وخلص. قال خيركم من بادر صاحبه بالسلام. اخواني، نبقى سوريين، وارفع راسك انت سوري ومو عيب. بالعكس، انت اليوم لما بتنادي السوري شو ما كان طائفته، اخواني نحن ما بيهمنا انه هو انسان مثلك مثله في هذا الوطن، ونحن مسؤولين عن هذا الوطن في الدولة الحديثة القادمة التي تملأه الحب والديمقراطية والمحبة والوطنية لكل الشرفاء السوريين. بشار لن يكون، وإن شاء الله هتسمعوا الأخبار بأنه سينتهي إن شاء الله قريبا جدا جدا. طبعا لا نريد للطائفية، فالطائفية هي زرعت الفتن وقتلت الأسر بيننا، وقتلت العادات والتقاليد والقيم بيناتنا. نحن سوريين وعقلنا أكبر من ذلك، وأخلاقيتنا ما بتسمح، لأنه نحن الشعب لنا حضارة وتاريخ قديم وعريق نعتز به، ونحن خلاصة هذا التاريخ. فنحن قادرين أنه نكون مع بعض ونتعالى على هذه الجراح وننسى الخلافات ونرجع ونكون أقوى من أول. لأنه إذا لم نكن هكذا فالأعاصير ستهزنا. فنحن كالصخرة صامدون إن شاء الله. وما حققه الشعب السوري هو الصمود خلال 14 سنة، فهذا الشعب قادر
على تخطي الصعاب وبناء سوريا الحديثة. كل الاحترام لكم أيها الشعب السوري العظيم، فأنا من واجبي قدمت هي الرسالة، أرجو تصل لكم، أرجوكم من القلب أنكم تقدروا هذا الكلام. نحن نبقى السوريين، الهوية السورية هي تجمع الجميع، وهذا الوطن هو وطننا وليس لبشر وليس لطائفة معينة، فسوريا للجميع. ومني أنا شخصيا لكل السوريين، تحية مني لكم شخصيا. السلام عليكم.